بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا تلاميذ السنة أولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا، مرحبا بكم في قناتكم للرياضيات. إذا معكم أستاذ بوعلام من ثانوية الحكيم بن رشد. إذا مجموعة تعريف دالة، كيف نجد مجموعة تعريف دالة؟ هذا سؤال مهم بالنسبة للدوال. هذا أول شيء نعرفه أو أول عنصر نراه في وحدة الدوال أو في وحدة عمومية على الدوال. إذا مجموعة تعريف دالة عندنا ثلاث حالات. عندنا الحالة الأولى التي نجد فيها تكون عندنا الدالة تتضمن جذر تحته x، تتضمن جذر تحته x. مثلا هذه الدالة الجذر الكلي x زائد واحد، مثلا الدالة f بحيث f لx يساوي جذر الكلي لx زائد واحد. كيف نجد مجموعة تعريف هذا النوع من الدوال؟ لاحظ معي مباشرة نذهب إلى ما تحت الجذر. ها هو ما تحت الجذر، نأخذه إلى هنا ونكتب ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي صفر، أكبر من أو يساوي صفر، ومنه نحل المتراجعة x أكبر من أو يساوي ناقص واحد. الآن نحول هذه المتراجعة إلى مجال x أكبر من أو يساوي ناقص واحد. بإمكان أنك ترسم هذا المستقيم العددي صفر واحد اثنين، من هنا ناقص ما لا نهاية ومن هنا زائد ما لا نهاية. إذا لما يقول x أكبر من ناقص واحد، ها هو ناقص واحد. إذا المجال يبدأ من ناقص واحد ويتجه نحو اليمين، لأن هذه القيم هي التي أكبر من ناقص واحد. إذا المجال هو من ناقص واحد إلى زائد ما لا نهاية، إلى زائد ما لا نهاية. إذا هذه هي مجموعة تعريف الدالة f، نرمز لها بالدي. لما نقول مجموعة تعريف الدالة f دي f، مجموعة تعريف الدالة g دي g، وهكذا. إذا هذه هي مجموعة تعريف الدالة f. زيدوا حالة ثانية وحالة ثالثة إلى أن تفهم. لو يقول لك مثلا هذه بسيطة، f x يساوي جذر x، إذا مباشرة نذهب إلى هذا الإكس، نضع x أكبر من أو يساوي صفر، دائما أكبر من أو يساوي، دائما أكبر من أو يساوي صفر. إذا نحوله إلى متراجع، ومنه إذا دي f تساوي أكبر من أو يساوي صفر، ها هو صفر، هنا زائد ما لا نهاية ومن هنا ناقص ما لا نهاية. الأعداد التي تكون أكبر من صفر من هذه الأجزاء. إذا من صفر إلى زائد ما لا نهاية، من صفر إلى زائد ما لا نهاية. هذه هي مجموعة تعريف الدالة f. لو يقول لنا جذر 2x زائد 4، ركز معي هنا، ركز معي هنا، 2x زائد 4 باش نعمل لها أكبر من أو يساوي صفر، ومنه المعالم في جهة والمجاهيل في جهة. إذا 2x أكبر من أو يساوي ناقص 4. هنا كانت 4 زائد 4، لما حولناها إلى هذا الطرف تصبح ناقص 4، ومنه x أكبر من أو يساوي x أكبر من أو يساوي ناقص 4 على 2. إذا نقسم الطرف الثاني على معامل x، يعني أي x أكبر من أو يساوي ناقص 2. الآن x أكبر من أو يساوي ناقص 2 نحولها إلى شكل مجال.
إذن يساوي ناقص 2 معناه هنا أكبر من ناقص 2، إذن في هذا على يمين ناقص 2 معناه إلى غاية نتجه نحو جهة زائد ما لا نهاية. إذن ما هي مجموعة التعريف هنا؟ دي اف تساوي من ناقص 2 إلى زائد ما لا نهاية بكل بساطة. مثلا لو يعطينا ناقص 3 إكس أو ناقص 3 إكس نعم زائد 2 ناقص 4، هذه هي الدالة اف، لا يتغير شيء. انتبه، دائما نستهدف نركز على ما تحت الجذر، لا يهمنا هذه الناقص 4 لا تهمنا ولا تغير شيئا في مجموعة تعريف الدالة. إذا مباشرة نجعل ناقص 3 إكس زائد 2 أكبر من أو يساوي 0، ومنه ناقص 3 إكس أكبر من أو يساوي ناقص 2، ومنه حذاري هنا لما نضرب هذه كلها في ناقص 1 ستقول لي يا أستاذ لماذا تضربها في ناقص 1 بينما التي قبلها لم نضربها في ناقص 1؟ لماذا نضرب في الناقص 1 عندما يكون معامل إكس ها هو معامل إكس، هذا معامل إكس والعدد الذي يكون مضروب في الإكس. لما يكون هذا معامل إكس عدد سالب، إذا لما يكون عدد سالب يجب أن نضرب في الناقص 1، وبالتالي سنضرب هذه الجهة في ناقص 1 ونضرب إشارة هنا يعني الترتيب سنضربه في ناقص 1 ونضرب أيضا هذا الطرف الثاني في ناقص 1، يعني ومنه ناقص 1 في ناقص 3 إكس هي 3 إكس، ناقص 1 لما ندخلها على أكبر من أو يساوي تصبح أصغر من أو يساوي، والناقص 1 في ناقص 2 تصبح 2. دائما أولا نحول معامل إكس إلى الموجب، بعد ذلك نكمل باقي الحل، ومنه إكس أصغر من أو يساوي 2 على 3. دائما هذا اللي يكون لاصق في الإكس هذا هو اللي يكون في المقام، هذا هو اللي يكون في المقام، والطرف الثاني يكون في البسط. إذن إكس أصغر من أو يساوي 2 على 3. نرسم مستقيم عددي. 2 على 3 لما نحسبها بالآلة الحاسبة نجدها 0.6 6 6 6 6 0 1 2. العدد 0.6 هنا 0.5 0.6 هنا 0.6. إذن أصغر من أو يساوي، إذن تساوي معناه مغلق من هذه الجهة من جهة الأصغر. إذن الأعداد التي أصغر من 2 على 3 هي على اليسار، الأعداد التي أصغر من 2 على 3 إذن في هذه الجهة. إذن المجال ما هو؟ إذن المجال من ناقص ما لا نهاية إلى 0.6، يعني دي اف من ناقص ما لا نهاية إلى 0.6 مغلق. هذه مجموعة تعريف الدالة. إذن هذا النوع الأول من الدوال التي تتضمن جذر. الآن النوع الثاني الدوال التي تتضمن كسر، أو الدوال الدالة أو الدوال التي يظهر المتغير x في مقامها، تكون على شكل كسر وفيها الكسر فيه المتغير x. مثلا جي لx تساوي 1 على x زائد 4. إذن كيف نأتي بمجموعة التعريف؟ نستهدف ما نجده في المقام مباشرة إلى ما نجده في المقام. واش ندير له؟ x زائد 4 يساوي 0.
أو إكس زائد 4 لا يساوي صفر. معليش، إذا درت تساوي ولا درت لا تساوي، معليش نديروها تساوي. حنا نعرفوا المعادلات أكثر من لا مساواة. إكس زائد 4 تساوي صفر، ومنه نحل معادلة إكس يساوي ناقص 4. إذا واش نقول له؟ مجموعة تعريف الدالة جي، دير جي هي كل الأعداد الحقيقية ما عدا هذا الناقص هنا، معناه ما عدا ماذا؟ ما عدا هذا العدد الذي يعدل المقام، ما عدا الناقص 4. يا أستاذ كيف نكتبه على شكل مجال؟ من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 4 مفتوح، اتحاد من ناقص 4 مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية. هكذا نكتب مجموعة التعريف. إذا دائما هذا العدد اللي نديرو له هنا ما عدا نديروه مفتوح على الطرفين، على المجالين مفتوح. صح. نشوفوا مثال آخر. تكون الدالة مثلا 1 على إكس ناقص 1 زائد 5. هذه ال5 لا نلتفت لها، نركز على المقام. المقام يساوي صفر، إكس ناقص 1 يساوي صفر، يكافئ أن إكس يساوي 1. إذا مجموعة تعريف الدالة جي هي كل الأعداد الحقيقية ما عدا 1. إذا مجموعة التعريف على شكل مجالات هي من ناقص ما لا نهاية إلى 1 مفتوح، اتحاد من 1 مفتوح لغاية زائد ما لا نهاية. هذه مجموعة التعريف الدالة جي فيها. الشكل الأخير هو الدوال التي لا يكون المتغير فيها لا تحت الجذر ولا في مقام إما أنه هذه لا يكون. إذن إما أنه هذه الدالة أصلا ما فيهاش كسر وما فيهاش، يعني أصلا ما فيهاش كسر وما فيهاش جذر. مثلا ألف إكس تساوي إكس ناقص 1 لكل أس 2 زائد 3. لاحظ هذه ما فيهاش كسر وما فيهاش جذر. إذن هذه مباشرة مجموعة تعريفها هي كل هي يعني من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية. نعطيك نوع آخر، إكس مربع زائد إكس زائد 3 ما فيهاش كسر ما فيهاش جذر، مجموعة تعريفها مباشرة من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. أيضا لاحظ معي لو أعطاك هكذا إكس مربع زائد جذر 2، نلاحظ عندك جذر هنا ولكن الجذر لا يظهر فيه، ليس فيه متغير في عدد حقيقي. إذن هذه أيضا معرفة من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. أو مثلا 3 إكس زائد 1 على 4. إذن لاحظ معك المقام هنا لا يظهر فيه المتغير إكس، وبالتالي هذه أيضا معرفة من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية.